اكتسب الدور السعودي ضجة تسويقية كبيرة في الأشهر القليلة الماضية في ظل اقترانه بعدد من نجوم الكرة العالمية. في يناير الماضي كان الحدث التاريخي الأضخم بانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي. وأحدث رونالدو نقلة نوعية كبيرة لأجواء الدوري السعودي، وفتحت هذه الصفقة التاريخية شهية الأندية على إبرام صفقات أخرى مماثلة ذات أغراض فنية وتسويقية في نفس الوقت. وتحدثت تقارير عديدة أن السعودية تجهز خطة طويلة الأمد ترتكز على جذب أساطير الكرة العالمية ضمن حملتها للترويج لملف استضافتها مونديال 2030. لذا لم يتوقف الطموح عند كريستيانو فقط، بل امتد أيضا لنجوم آخرين مثل ليونيل ميسي، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، وسيرجيو راموس، وبوسكيتس، وجوردي ألبا وغيرهم. وهنا يدق جرس إنذار مبكر، لأنه يعيد للأذهان تجربة الدور الصيني للمحترفين وانهياره بشكل سريع. ففي عام 2016 فاجأت الأندية الصينية العالم بعروض مالية مغرية دفعت بعض النجوم للرحيل عن أوروبا. ولم يقتصر الأمر على اللاعبين فقط، بل التعاقد أيضا مع مدربين بارزين. إلا أن هذه التجربة لم تؤتي ثمارها وانهارت سريعا، وكتبت جائحة كورونا في عام 2020 سطر النهاية، حيث ظهرت المشاكل الاقتصادية وأعلنت بعض الأندية إفلاسها. لكن هناك فوارق كبيرة بين التجربة الصينية والسعودية، حيث يصب عامل التوقيت في مصلحة المملكة لاقترابه كثيرا من التوقيت الأوروبي، مما سيزيد اهتمام المحطات الإعلامية بإمكانية شراء حقوق بث المباريات. كما أن الخليج العربي يعد منطقة جذب سياحي في السنوات الأخيرة، ويقصدها العديد من نجوم في مختلف المجالات. بخلاف ذلك، فإن شعبية كرة القدم في السعودية تبقى كبيرة، ومنتخب الأخضر له حضور شبه دائم في كأس العالم خلال آخر 30 عاما منذ أول تأهل في مونديال عام 1994. والبطولة المحلية تحظى بتنافسية شديدة بين الهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي. لذا فإن المبالغ المالية الضخمة التي ستنفق على جذب النجوم للدوري السعودي تنتظرها روافد أخرى من الإيرادات، ربما تحدث قدرا من التوازن الاقتصادي الذي يجنبها مصير الدوري الصيني.